السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ مين فينا مش بيحب الفطير المشلتت يا جماعه؟ طب انت اول مره تعمليه وخايفه من النتيجه ما تطلعش ناجحه معاكي؟ طب مين فينا مش بيحب الفطير بس ما يكونش الماده الدهنيه فيه كتير ويطلع يجزع معايا؟ في كام 3 4 خطوات كده بالظبط، لو خدنا بالنا منهم ان شاء الله هتطلعي من الفيديو مستفاد. تابعيني. اول حاجه الملح، وبدوبه كويس قوي يا جماعه في الميه. انا عايزه اما اجي افرد العجينه ما الاقيش الملح مخرز معايا. ندوب الملح كويس قوي في الميه. تمام كده. بنزل بالميه على الدقيق اللي معايا بشويش. بنزل بيها بالتدريج، مش بنزل بالميه مره واحده. انا عايزه كل لما اعجن اعمل عرق في العجينه، وفي نفس الوقت اتحكم في النتيجه بتاعتها، ما تطلعش يابسه قوي وما تطلعش طريه مني قوي. شايفين؟ بنزل بالميه بالتدريج. بس كل ما كانت النتيجة العجينة طرية بتطلع حلوة معايا، لكن لما تكون يابسة بتطلع سميكة وبتشرب مادة دهنية كتير. بعجنها كويس. شايفين ما شاء الله؟ هي خلاص العجينة كده مظبوطة، طرية وملمسها طري وكويس. انا خدمتها كويس في العجين. هبدأ بقى اكورها او اقطعها. انا هنا هقطعها او اكورها على زيت، لان انا هفردها بزيت. هقطعها طبعا الكور تكون صغيرة عشان اعرف اتحكم فيها وانا بفردها. ما شاء الله العجينة ملمسها حلو قوي. هكمل باقي الكمية وارجع معاك. انا لا حطيت لا خميرة ولا بودر يا جماعة، بس لازم اسيب العجينة ترتاح عشان تكون سهلة معايا في الفرد. يلا بقى نشوف المادة الدهنية اللي نشتغل بها ايه. انا شغالة بزيت وزبدة. تقدري تغيري الزبدة بأي سمنة انت بتحبيها، دي براحتك. انا نزلت بالزبدة والزيت بس مش هفكهم كتير قوي يا جماعة، يعني انا يا دوب هخليها تفك في ايدي بس اعرف اتحكم فيها. زي ما احنا شايفين كده. هي خلاص ما شاء الله العجينة ارتاحت. هبدأ بقى اشتغل بيها. انا مثلا بعمل الفطيرة 10 وحدات او 10 كور، فبنزل بيهم بالسمنة عشان اكون عارفة متحكمة في عدد الفطيرة اللي معايا. انا بعمل الواحدة 15 هنا. هشيلهم على جنب في الزبدة والمادة الدهنية اللي معايا وابدأ افرد بيهم. اهم حاجة تفردها كويس عشان تطلع مورقة معاكي ومش سميكة. زي ما احنا شايفين كده. تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزة. وكمان لو اتقطعت منك دي مش مشكلة خالص يا جماعة، لان احنا كل الكلام ده بنرجع نفرده تاني. تابعوني بس وان شاء الله تطلعي من الفيديو مستفادة. ادي اول طبقة. هعمل كمان واحدة. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك يا جماعة، وحطوا اللايك. الطريقة دي يا جماعة مش بتخلي الفطير يستهلك مادة دهنية كتير، عشان ما يطلعش تقيل يعني سمين معانا ويطلع يجزع. دي كمان واحدة. الطبقة التانية.
خلاص انا كده كملت باقي الفطيره. كل الكلام اللي عملناه ده شوفي هطبقه كده. انا بعد ما فردتهم على بعض هبدأ اطبقها تاني. تمام كده. على فكرة الطريقة دي ناجحة جدا وجربيها. خلاص انا طبقتها كده، مش هفردها دلوقتي تاني، انا هركنها لما اخلص باقي الكمية اللي معايا. زي ما احنا متفقين هي لا عليها لا خميرة ولا بودر، بس لازم ترتاح عشان اما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهولة. انا بعد كمان واحدة عشان ابقى اكون متحكمة في عدد الرقات اللي في الفطيرة او الوحدات. بعمل الواحدة 15، ودي براحتك، تقدري تعملها 5 وتقدري تعملها 10 براحتك، 4 3 براحتك خالص، على حسب حجم الصينية اللي معاكي. هفرد كمان واحدة. زي ما احنا شايفين. كمل باقي الكمية. بصراحة طريقتها سهلة جدا، ما اخدش وقت خالص. انا عملت كل الكمية اللي معايا دي ما شاء الله تقريبا اخدت معايا ساعة، ساعة بالظبط. هطبقها زي اللي عملتها الاول واركنها هي كمان. يلا نكمل باقي الكمية ونرجع على التسوية ان شاء الله. شايفين ما شاء الله انا خلصت باقي الكمية بنفس الطريقة اللي عملتها في الاول. يلا بقى عشان نسوي. انا بشغله النار هادية يا جماعة، مش هادية قوي ومش عالية قوي عشان ما يطلع يستوي كويس معايا، وفي نفس الوقت بتكون النار هادية. شايفين ما شاء الله الفطيرة منتفخة ازاي ومستوية وكويسة قوي وكريسبي قوي من بره ما شاء الله. النتيجة بصراحة ما شاء الله نتيجة هايلة. جربي الطريقة دي، ويا ريت ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعة. دي اول واحدة ما شاء الله. جبت كمان واحدة اهي. النتيجة حلوة قوي، مستوي ومقرمش من بره ومستوي جدا من جوه. دي كل الكمية اللي معايا، ما اخدوش اي وقت خالص. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير واشتراك في القناة ودعوة حلوة منكم، وجربوا الطريقة ان شاء الله تعجبكم، واشوفوا الشوك على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.